اكبر خوف عند اي حد بيشتري شقه في العاصمه الاداريه الجديده هو الخوف من انه يشتري مع مطور صغير ما عندوش سابقه اعمال او قدره على التنفيذ او حتى جوده التشغيل بعد الاستلام. وانا هنا علشان انهي الخوف ده تماما لما اقول لك ان المطور اللي انا بكلمك عليه عنده سابقه اعمال ساكنه وعايشه من 2012، والكومباوند اللي انا موجود فيه دلوقتي متسلم من 2017، وجودة الصيانة فيه كأنه لسه متسلم امبارح. والشركة اللي أنا بكلمك عليها دي عندها طرح الأميز كومباوند سكني موجود في حي الار 8 في العاصمة الإدارية الجديدة. الكومباوند على مساحة 36 فدان، 22% مباني والباقي خدمات ولاندسكيب. أما بالنسبة للجزء بتاع المباني فهو 30% فيلات و70% شقق، يعني كثافة سكنية أقل وأمان وخصوصية اعلى بكتير. والكومباوند فيه كل الخدمات اللي محتاجها زي كلاب هاوس على مساحه 3 فدان، وستريب مول على مساحه فدان ونص، وخدمات تانية كتير ما تخليكش محتاج تخرج من الكومباوند. والفرصه هنا فرصتين، اولها اتكلمنا عليها في قوه المطور وسابقه الاعمال، وتانيها في السعر الافتتاحي واسعار بدايه المشروع. المقدمات هنا بتبدا للشقق من 390 و400 الف جنيه، وللفيلات من مليون جنيه، والاقساط بتبدا من 9 سنين وبتوصل لحد 11 سنه. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الشركه المالكه والمشروع والوحدات المتاحه سجل معانا دلوقتي وهنكلمك نوضح لك كل التفاصيل.